بالاضافه لهذه الجهود اللي هي في طابعها خيري وفي طابعها حمايه، في جهود مهمه جدا لازم نذكرها بتعملها مؤسسه مصر الخير وغيرها من المؤسسات، الجهود التنمويه والتعليميه. لانه مش كفايه انك تدي الفقير بطانيه او تحط له سقف او تدي له كرتونه طعام، اللي هو محتاجه فعلا، واحنا بلد 65% من سكانها شباب، ان احنا ندي التدريب وندي التاهيل وندي فرصه العمل، ان احنا نشتغل مع بعض في تنسيق الجهود لاستعاده قيمه العمل وتشجيع الشباب وتدريبهم. ده ايضا جهد كبير مهم بتعمله منظمات المجتمع المدني وبتعمله الجمعيات الاهليه، وهنا التعاون مهم جدا مع القطاع الخاص. والحقيقه القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومه كلما اشتغلنا مع بعض في تناغم وفي تقارب وبنينا جسور الثقه، ده اللي هيخلينا نقدر نواجه كل التحديات وكل المشكلات اللي بتقابلنا. البيانات مهمه جدا زي ما ذكرنا، ان قواعد بياناتنا نوحدها، نعرف مين بياخد ايه وبياخدوا كم مره في السنه، ونقدر نوصل للناس فعلا ما يكفيهم ويبقى في عداله في التوزيع. اتاحه المعلومات دورنا، احنا عندنا 26 مركز اغاثه في كل المحافظات، ارسلنا بياناتهم للجمعيات الاهليه، قلنا لهم ان كل مخازنهم متاحه لتخزين البطاطين والملابس والحفاظ عليها علشان يبقوا قريبين للناس لما يجوا يحتاجوها. السيارات اللي موجوده في الوزاره علشان ننقل بيها نقدر ان احنا نتاحها للجمعيات الاهليه. مديريات التضامن عندها تعليمات انها تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتساعدهم، ونشوف ازاي نقدر نوصل للناس ونوصل لهم احتياجاتهم. الجمعيات نفسها عندها قواعد بيانات وتقوم بعمل محترم جدا في البحوث الاجتماعيه، وده مهم عشان نتاكد احنا وهم مع بعض ان احنا بنعمل كل الجهد اللازم عشان نتحقق من ان كل ما يتبرع به المصريين يصل للمصريين المحتاجين فعلا. فانا بأحيي واشكر مؤسسه مصر الخير، وأحيي كل الجمعيات الاهليه ومؤسسات المجتمع المدني اللي بتشتغل الحقيقه بدأب وبتشتغل بامانه وبتشتغل باستمرار في انه هذا البلد ومن يحتاج من يمر بأزمة ومن يتعرض لنكبة يجد من يمد له يد العون. شغل الجمعيات الأهلية مهم جدا. شغل الجمعيات الأهلية يحتاج دعم الدولة ورعايتها، واحنا بنقدم لهم كل الدعم وكل الرعاية وكل الثقة وكل الاحترام، وبنحط ايدنا في ايدهم وبنشتغل مع بعض، مش بس علشان نتيح مناخ جيد للعمل ونتيح معلومات ونتيح البنية التحتية، ولكن أيضا عشان نضع التشريع اللي نتقدم به احنا والجمعيات الأهلية للبرلمان علشان يتيح المزيد من النظم والمزيد من الفرص لإطلاق كل قدرات المجتمع المدني المصري. مصر عندها تاريخ عريق ومحترم في المجتمع الأهلي الحقيقة من أيام 1920 و1930، واحنا مؤسساتنا العلمية والصحية والتعليمية بيقوم بها مصريين ومصريات الحقيقة لهم الفضل في ان يبقى عندنا تاريخ عريق جدا في العمل الاهلي وفي التبرع، ونحتاج مزيد من التطوع، ونحتاج مزيد من الشباب انه يدي وقته ويدي علمه ويدي حماسه ويدي مجهوده. كمان جمعياتنا الاهليه هي ايضا مصدر لاتاحه فرص عمل، لان الجمعيات لما بتكبر وبتشتغل شباب، واحنا الحقيقه مهتمين جدا بانه يبقى في كادر من المدربين والمتعلمين واللي عندهم شهادات في انه يبقى مؤهل للعمل في انشطه الجمعيات الاهليه. فبمناسبه الشتاء كل سنه حضراتكم طيبين، وبمناسبه صيف الشتاء ندعو المصريين ان هم يتكاتفوا ويلفوا مصر كلها بالمحبه وبالرعايه وبالتنسيق ان شاء الله كلنا مع بعض.